السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحه؟ مزيان؟ هانيين مهنين ناشطين؟ كلشي لاباس؟ كلشي بخير؟ كلشي في امان الله. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكون صحيحه لاباس عليها، وتكون الاحوال بخير وعلى خير، وكل المورال مزيان وبخير وعلى خير. واهم حاجه تكونوا في احسن صحه، وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي، وتكونوا بخير وعلى خير نتوما والوليدات وكل معز عندكم. كما عارفين زينب ضروري دير لكم فيديوهات، واخا كنتعطل عليكم بزاف سمحوا لي، ولكن والله لا غير الظروف. المشاغل ديال الحياه، والحياه كما كتعرفوا دابا ولات قاصحه بزاف، والظرفيات ولاو قاصحين. والله يحسن العون للجميع. يعني دابا حنا كنعيشوا في واحد الضغوطات، يعني ضغوطات نفسيه. يعني الله يحسن العون للجميع، لا من ناحيه الكساب ولا من ناحيه المستهلك ولا من ناحيه اي واحد في اي مجال وفي اي قطاع، الا ودابا راه كيعاني وكيعاني ديال بصح. الله يدير شي تاول الخير، ويا ربي يسهل علينا. اللهم اسقينا الغيث وما تجعلناش من القانطين يا الله. يعني حنا راه محتاجين في امس الحاجه الامطار، في امس الحاجه يعني الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، اللي هي اللي تقدر تفكنا وتقاد لينا الوضعيه. شي حاجه اخرى راه ما كايناش. حنا راه عارفين هذا الشيء، والظرفيه غاديه وكتزير، والامور غاديه وكتقصاح. والله يهدي الدوله، الله يهديها. يعني تحنشي شويه وتراعي شي شويه لجميع القطاعات. كلشي واكل العصا، خصوصا الكساب اللي مسكين في هذه الوقيته ديال دابا راه كيعاني ماشي ما بقاش كان شحال هادي كيعاني في صمت. اما دابا راه مسكين صافي، راه حط السلاح ديالو. راه الله يحسن العون. راه كنعرف بزاف ديال الناس، البقر بدا كيتباع، الغنم بدات كتباع، بنادم ما بقاش صايب ما يوكل. القضيه غاديه وكتزير. الدوله خاصها ضروري ضروري تاخذ واحد الاجراء في حق هاد الناس. ضروري توقف معاهم. ضروري هذه هي الوقيته اللي خاص الدوله خاصها توقف، وخاصها تساند الكسابه والفلاحه ديالنا. لحقاش حنا كنعرفوا بلادنا يعني بلد فلاحيه، وبالفلاحه ديالها باش كيتمعش معاها الدرويش والغني واللي عنده واللي ما عندوش، يعني بالفلاحه ديال البلاد. وباش غادي نخليو هذا الكساب ولا هذا الفلاح مسكين يعني وسط الدوامه، الا راه مشكل ومشكل بزاف. دابا الوزاره عطات بزاف ديال القرارات. كاينه دابا الاعانه في العجله رجعات، كاين زياده في الحليب. هادو قرارات لي زوينين ومزيانين. يعني اي حاجه كتجي من عندهم من هاد الناحيه راه مزيان. وكانت عطات واحد القرار ديال العجله باش ما تبقاش العجله تذبح. وبزاف ديال الناس ما عجبهمش هذا القرار وانا كنت لحت واحد الفيديو. انا مع العجله ما تذبحش، ولكن ماشي اي عجله. دابا هما القرار اللي تعطى راه ماشي العجله ديال، حيت بزاف الناس خداوها بالمقلوب. قالوا لا راه صافي العجله يعني العجله كامله ما تذبحش. لا، العجله مثلا الطاليانيه ولا البلجيكيه، المهم العجله كاع ديال اللحم ماشي مشكل تذبح، ماشي مشكل. ولكن العجله لا راس بير بحال المونبيليار او الهولشتاين، هذيك انا بالنسبه ليا راه حرام تذبح وتمشي تباع حتى كزاريس. علاش؟ حنا صراحه الناس باغيين هذا المجال، والناس مساكن تيخدموا. وفاش تعطات ديك المبادره ديال الملك ديالنا الله يخلي لينا ويطول عمره، تعطات ديال التنميه البشريه، ديال هادشي ديال الكريدي باش تاخذ باش دير بروجيات. بزاف ديال الناس اشنو خداو البروجيات ديال تسمين العجول، خداو ديال تربيه الابقار الحالوب ديال الاغنام. يعني بزاف ديال البروجيات تحطوا غير على هذا المجال ديال الفلاحه. يعني كتشوف بزاف ديال الناس واخا ما كانش عندهم شي فكره كيدخلوا الانترنت كيقلبوا وكتلقاه كيعمر باش يدير بروجي ديال تسمين العجول او يدير تربيه الابقار. يعني باش تعرف ان الناس بزاف باغين هذا المجال. و وواحد النقطه اخرى عاوتاني، ملي كنبغيو حنا نشريو مثلا هاد البقر، اولا شي واحد كيبغي يستثمر اولا كيبغي يدير هاد المشروع من هاد المشاريع، كيبغي يشري البقر ديال الحليب، كنهزوه كنديوه نجيبو ليه بقر من ديال برا. تنجيبوا ليه داك البقر ديال برا. حنا عارفين المعاناه ديال البقر ديال برا، وانا بزاف ديال الفيديوهات ديالي هضرت فيهم على البقر ديال برا وكيفاش المعامله ديالو والمشاكل ديالو وكيفاش خصك تتعامل معاه بزاف وبزاف. علاش؟ الجو ديالنا حنا والمناخ ديالنا حنا
صعيب شويه، صعيب وصعيب بزاف. هذيك البقره كنقولوا حنا روميه، كتجي من واحد البلد اللي الجو ديالو معتدل، الجو ديالو مزيان. الظرفيه اللي كانت عايشه فيها ظرفيه مغايره على الظرفيه ديالتنا حنايا، يعني بزاف العوامل مساعداها. كتجي لعندنا حنا اول حاجه هذوك الناس اللي كيدخلوا دوك البقر ما كتكونش عندهم مساكن واحد الثقافه، كيكون جديد عليه المشروع، كيكون عارف شي حوايج وشي حوايج ما عارفهمش، عارف شي حوايج غير في الانترنت او اللي يسمعهم، ماشي هو التيران وماشي هو الواقع. وملي كيتصادم بالواقع كيوقعوا ليه مشاكل. وراه بزاف ديال الناس داروا هاد المشاريع وكلاو العصا ديال بصح، ولكن ملي عاودوا ورجعوا يعني استافدوا من دوك الاخطاء. ولكن حنا ما بغيناش هادوك الناس يعني مساكن من الديبار يطيحوا في داك الخطا اللي غادي يكرههم في هاد القضيه ديال التسمين ولا تربيه الابقار الحلوب، ولا يكرهوا الدومين بصفه عامه. علاش هادشي؟ علاش قلت لكم انا مع العجله يعني لاراس بير ما تذبحش. علاش ما تذبحش هاد العجلات ديال لاراس بير؟ علاش من كاينين عندنا تبارك الله كواره في المغرب اللي مواليهم، وماشي كواره كبار يعني، راه ولا كلشي دابا الناس اللي دوزوا تجارب وعاودوا دوزوا تجارب ولاو متمكنين، ولاو كيوجدوا لي راس اللي مزيانه. هادوك هما اللي نبقاو حنا نحفزوهم ونبقاو نعاونوهم ونبقاو نراقبوهم ونراقبوا دوك العجلات ونوقفوا معاهم حتى يوصلوا دوك العجلات، وندربوا دوك العجلات وناخذوا لهم لي بيديغري ديالهم وناخذوا لهم ليستوريك ديالهم كامل، ونشوفوا المواد ديالهم شحال كيحلبوا، المواد ديالهم شكون. المهم ونكونوا واخدين عليهم واحد الفكره ونانسيمينيهم. ونهار هذاك الكساب يبغي يبيع يعني تكون واحد بحال الجمعيه او لا تكون بحال المهم شي وسيط يعني يكون ما بينه وبين الناس الاخرين اللي غاديين يشريو. يعني كتكون مثلا هاد الشركات ديال الحليب اللي كاينين او لا شركات ديال الالاف او لا واحد كيقولها لواحد تيقول لك فلان راه عنده واحد العجلات اللي زوينات ومزيانات، هما اللي يمشيو نتقداو من عنده. وفي نفس الوقت حتى هذاك الانسان اللي وجد ديك السلعه كيستافد، يعني حتى هو كيستافد وكيفرح وكيتشجع باش يزيد يوجد سلعه اخرى. ملي كتشوف انت هاد السلعه ديال البلاد وزوينه ولا راس كبير وكتدخل لتاك الزاريت ولا كتدخل السوق وكتمشي للقرنه، الا هو كيبقى فيك الحال والحال بزاف. ما نكذبش عليكم، انا ما كنشوف شي عجله راس بير او لا شي عجله انا شخصيا ربيتها وطلعتها وكبرتها وتهليتها وكتطلع قدامي عجله زوينه وامها مزيانه وباها مزيان وكتمشي لتاك الزاريت انا بيدي كيبقى فيا الحال وما كيعجبنيش الحال، انا كتقنيه ما كنتقبلهاش. نقول كون عندي ديالي هذه ما غاديش نخليها تمشي. ولكن ثاني ملي كتشوفي الظرفيه ديال داك السيد اللي انت خدامه معاه او لا مول هذاك الشيء والوقت اللي كيولات وقصاحت وما كاينش العوين، تما كتقدري الموقف. ولكن هاد النقطه خاص تحرص عليها الدوله، يعني هاد الناس خاصهم تحفيزات، خاصهم نعاونوهم. هاد الجمعيات دابا ديال العجله او ديال تربيه الحليب ديال تربيه الابقار وهاد الفيدراليات اللي كاينين يعني يكونوا هما الوسيط ما بين الشراء. هاد المعارض اللي كيكونوا المعرض ديال المكناس، يعني علاش لا ما نديروش مثلا كسابه كيوجدوا البقر ديالهم ويوجدوا دوك العجلات ويتباعوا في داك المعرض ويتباعوا بثمن مزيان، ويمشي داك الفلاح هذاك الكساب يمشي ناشط وفرحان، وهذاك السيد اللي شرا حتى هو يمشي فرحان وعنده عجله بنت البلاد وبنت الدار وما غادي يخاف من حتى شي حاجه وعارفه يعني مواليها شكون، ولا كانت شي حاجه كتجي مسوقره. عكس اننا كنجيبوا واحد البقره من برا وعاد خصنا تعيشوا معاها وعاد بزاف ديال المشاكل. هذا الشيء علاش انا قلت يعني العجله ديال لاراس بير يعني مونبليار ولا الهولشتاين يستحسن تبقى في البلاد وتستثمر في البلاد وتستثمر مع الكسابه ديال البلاد وتتبايع مع ديال البلاد. ما خاصهاش تمشي هباء منثورا، ما تدخلش للجزار. والناس اللي باغيين يديروا البلجيكي ولا الطليانيه ولا اي راس ديال اللحم يعرفوا حتى فين يديروا. هذا موضوع اخر ان شاء الله غادي نهضر عليه، وحتى هو موضوع اللي مهم بزاف وخاص الكسابه اللي يركزوا عليه، ما يبقاوش غير كيخربقوا. راه بعض المرات كتكون عندك واحد لاراس اللي زوينه ومزيانه وكتخربق انت كل شيء، يعني كتطمع انت في واحد النسبه ديال الفلوس، ولكن كتنسى داك الكارير ديال ديك البقره ولا يعني ديك العجله صافي كتمحي ليها انت الاسم ديال
هنا خاص الكساب يرد البال من هاد الاخطاء. هاد الاخطاء ما خاصهمش يكونوا. وهذا موضوع اللي غادي نهضر عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. كيفاش نتعاملوا مع الضرابه، واشنو اللي خاصنا نديروا في الضرابه، واشنو اللي خاصنا اللي علينا اللي خاصنا حنا نديروا قبل ما نطيحوا في هاد المشاكل. والناس اللي عندهم لا راس بير الله يهديكم، حاولوا تستثمروا فيها. وانا عارفه الكسابه غيقولوا لي حنا راه جهدنا دايرين اكثر من جهدنا، ولكن هذا ميساج حتى للدوله، حتى هي تاخذ بعين الاعتبار يعني هاد الامور، وتوقف مع هذاك الكساب وتكون معاه يعني توقف معاه في هاد الظرفيه، خصوصا في هاد الظرفيه ديال دابا اللي ظرفيه اللي قاصحه بزاف وكدوز على الناس مساكن بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائده وتعمل يعني الفائده للجميع. وانتم عارفين الفيديوهات ديالي راه كلهم فيهم مواضيع اللي تتعلق بالكسيبه، والناس اللي بغات شي حاجه تدخل القناه ديال زينب الكسابه المغربيه اللي فيها جميع النصائح وجميع المعلومات اللي غتستافدوا منهم. واللي عنده شي سؤال يخليه لي في لي كومونتير. وتبارك الله عليكم وراكم عزاز وغالين، وما تنساوش اختكم بارطاج القناه فضلا وليس امرا، وراكم عزاز وغالين، وشكرا لكم.